السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من قناة أحلى أكلة بفكرة. فكرتنا النهاردة عمل تورتة بصورة قابلة للأكل بعجينة سكر وألوان غذائية. تقدروا تعملوا دي صورة الأشخاص، صورة الكرتون، صورة الأشكال كرتونية أولادكم بيحبوها. بتقدروا تنفذوها بكل بساطة، وأعرفكم هتعملوها ازاي وازاي طريقة حط الصورة، لأن مش بنجيب الصورة ونلزقها كده على التورتة على طول، ليها طرق معينة. وزينا بطريقة بسيطة. يلا نشوف عملنا التورتة التحفة دي مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نعمل مع بعض الكيكة الإسفنجية بطريقة سحرية. أنا عندي 6 بيضات، كوبايتين من الدقيق منخولين وعليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة، وعندي نص كوباية مية وكوباية سكر ومعلقتين زيت ومعلقة خل ومعلقة محسن جل وفانيليا. بس هي دي المكونات بتاعتي. بعمل ايه؟ بحط كل المكونات دي على بعض واقلبها الاول كويس بالمعلقة، وبعد كده هتحسوا شكلها كده مش عاطفي خالص، وان شكلها غريب، وان الكيكة بتاعتي هتبوظ مني. ده الشكل اللي انا عايزاه في الاول. بعد كده هضربها بالمضرب لمدة 5 دقايق. السر في الكيكة بتاعتي انها تطلع ناجحة ان انا هضربها لمدة 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هوريكم شكلها ولونها هيبقى عامل ازاي. هو ده القوام واللون اللي انا هبقى عايزاه. دي طريقتي في الكيكة الاسفنجية، وهي طريقة ناجحة جدا جدا، واللي جربها واللي هيجربها هيحبها قوي وهيعرف ان هي احلى من طريقة المحلات. ولما الكيكة تطلع من الفرن هوريكم شكلها وانتوا هتعرفوا الفرق. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ شايفين الاول شكلها كان ازاي ودلوقتي شكلها بقى عامل ازاي؟ عشان كده انا سميتها قبل كده في فيديو الطريقة السحرية للكيكة الاسفنجية، لان هي طريقة سحرية فعلا. عندي هنا قالب مستطيل اي مقاس بقى. لو انتي في ناس بعتت لي وقالت لي ان هي بتفشل في تقطيع الكيك، ان هي بتعرفش تقطع الكيكة بطريقة متساوية، ممكن تعملي الخليط اللي انا عملته ده على مرتين. يعني تقسميه وتفرديه خالص في الصاج بتاعك بحيث ان تبقى طبقة رقيقة، ولما يخرج من الفرن هتعملي نفس الطريقة تاني وتكوني حاطة ورقة زبدة. واكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. دي الكيكة بعد ما طلعت من الفرن خدت معايا تلت ساعة. شايفين جمالها، شايفين حلاوتها، شايفين هشة ازاي؟ بصوا، مش مستحملة ان انا اطلعها من ورقة الزبدة. انا عايزة اسيبها تهدى شوية وبعدين هوريها لكم. شايفين يا جماعة من الجنب عاملة ازاي وهشة ازاي؟ ان شاء الله هطلعها دلوقتي واوريها لكم شكلها عامل ازاي. بجد طريقة تحفة، انتي هتتبهري بيها وعمرك ما عدتي هتشتري تورته من بره ابدا. شايفين الكيكه فاتحه جدا جدا من جوه، بيضه وهشه وارتفعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. 6 بيضات، عملت الحجم ده من الكيك وعاملاه بنظافه طبعا، وعارفه انا حاطه مكوناتي فيها ايه. وده بديل دي السبونج اللي بنشتريه من بره، عملناه في البيت. ودي الكيكه بعد ما بردت. ما تحاولوش تقطعوها وهي سخنه يا جماعه، هتبوظ منكم. لازم تسيبوها تهدى شويه وبعد كده نقطعها براحتنا خالص. هنقطعها طبعا لديسكين، وبعد كده هقطع الكيكه دي نصين، وهقطعها نصين لان انا التورته المطلوبه مني نص شوكولاته ونص فانيليا بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. فانا هقسم النص الفانيليا واعمله ديسكات فوق بعض، وهجيب نص والشوكولاته هعمله نفس الطريقه واعمله ديسكات فوق بعض. بعد كده هلزق النصين في بعض. هتشوفوني هنعمل ايه في الاخر. هي دي ال4 ديسكات بتاعتي، هلفها عشان ما تنشفش. وهجهز الكيكه التانية اللي بالشوكولاته. دي كيكه الشوكولاته انا عملتها نفس المقادير، بس شلت ربع كوبايه من الكاكاو من الدقيق، حطيت مكانها ربع كوبايه من الكاكاو. طلعت جميله جدا وهشه بالمنظر ده. بعد ما قطعنا كيك ديسكات زي ما احنا قلنا، بنشربه باي حاجه تحبيها، ميه كومبوت او عصير او شربات عندك. وانا عندي هنا طبعا موز فانيليا. ضربه كل كوبايه بكوبايه ميه ب3/4 كوبايه ميه متلجه. والحشوه بتاعتي عباره عن خوخ كومبوت متقطع مع حبات من الكريز متقطعه قطع صغيره، وبحط فوقها طبقه من الكريمه وارجع احط الطبقات واعيد نفس اللي عملته تاني لحد ما اخلص الطبقات كلها. بعد كده بحط بقية الكريمة على الوش واظبط الكيكة بتاعتي واسويها واشيل الاطراف الزيادة. بعد كده ادخلها التلاجة علشان تتماسك وتبقى طبقات، عشان لو احنا حابين لما نيجي نقطعها تطلع معانا طبقات زي اللي بنشتريها من بره،
وما تفكش مننا هنعمل الخطوة دي، ان احنا هنسوي الكيكة بتاعتنا ونسيبها في التلاجة تتماسك، وبتبقى بالشكل اللطيف ده. ودلوقتي دي طبقات الكيكة اللي بالشوكولاتة برضو برطبها، وبعد كده بدأنا او بحط بينها طبقات موس الشوكولاتة. كل كوباية بضربها 3/4 كوباية مية متلجة، وهنا هحط صوص شوكولاتة واخلطه كده مع الموس، بيدي طعم لذيذ جدا. وافضل احط نفس الطبقات لحد ما اخلص كل طبقات الكيكة، وبرضو هسويها من الجوانب واغطيها بباقي الموس واحطها في التلاجة زي الكيكة اللي بالفانيليا، وهسيبها. مرحلة التلاجة دي مهمة جدا يا جماعة. بعد ما حطيت كل طبقة من الكيك في التلاجة، الفانيليا حطيتها في التلاجة والشوكولاتة وطلع زي ما انتم شايفين كده، حتى الكيكة تشرب من الكريمة وتبقى طعمها جميل جدا. وهطلع الشوكولاتة وهلزقهم في بعض دلوقتي علشان يبقوا كأنهم كيكة واحدة. هتشوفوهم هيبقوا عاملين ازاي. وده بعد ما الديسكين لزقتهم في بعض طبعا كأنهم كيكة واحدة. لازم اتأكد يا جماعة من ارتفاع، ان يكون ارتفاع الكيكتين قد بعض والعرض بتاعهم واحد، حتى لو هجيب مسطرة واقيسهم علشان تطلع حاجتي مظبوطة ما فيهاش اي غلطة. طبعا دي كريمة خام، انا ضربت الكوباية برضو ب3/4 كوباية مية متلجة، وانا ما بحطش عليها سكر لان الكيكة بتاعتي حلوة سكرها مظبوط غير الحشوة اللي بحطها في النص. فانا بعادل الطعم بان انا بحط الكريمة خام وبحط معاها كريمة لباني. ودي الكيكه بتاعتي بعد ما غطيتها بالكريمه كويس جدا، انا جبت السكرابر ومن الجهه الواسعه عملت خيوط كده او شكل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تقدري تعمليها بشوكه او بسكينه او باي حاجه عندك، بس المهم امشي بطريقه خفيفه ما اضغطش على الكريمه وانا بشدها عشان ما تتجرحش الكيكه معايا. وابتدي انضف القاعده بتاعتي علشان كل ما يكون الشغل بتاعي نظيف كل ما يكون شكل التورته يظهر اكتر بالشكل اللي شايفينه ده. بعد ما حطيت التورته بتاعتي تستريح في التلاجة، سيحت شوكولاته على حمام مائي وبسيبها تبرد، وبعمل ورقه زبده على شكل كون وبحط فيها الشوكولاته وبقطع طرفها من تحت، وبنزل خيوط من الشوكولاته على اطراف التورته زي ما انتم شايفين بشكل عشوائي وبطريقه سهله. والكون بيسهل عليا طريقه تشكيل الشوكولاته. وبعد كده بدخلها التلاجة تاني علشان تتماسك وتبقى بالشكل اللطيف اللي انتم شايفينه قدامكم ده. ودلوقتي باقي الكريمه الخام بتاعتي هحط عليها صوص شوكولاته ومعلقتين من الشوكولاته الخام اللي اتبقت معايا من تزيين جوانب التورته، هقلبهم عليها بتدي طعم لذيذ جدا. انت ليكم مطلق الحريه ان انت ممكن تحطي هنا في الوقت ده لون غذائي، بس بصراحه انا ما بحبش استخدم الالوان غير مثلا لما يكون تزيين بورود، تزيين زي تزيين العروسه او تورته العروسه اللي عملتها. اما في التورت اللي هي بتتحط صوره او باشكال مبحبش ازود فيها الالوان، واقلبه كويس. ودي الصورة بتاعتي المطبوعة على عجينة سكر وبألوان غذائية بتتاكل طبعا. بتطبعوها عند أي مستلزمات حلواني أو أي محل بتاع تورت وكيكات. طبعا أنا بجيب الصورة وبحط على ظهرها معلقتين كده من الشوكولاتة الخام سواء بيضة أو بني. ده طبعا بيحميلي الصورة مخليهاش تبوش، لأن عجينة السكر محتاجة يكون تحتها كريمة زبدة أو يكون تحتها طبقة من الشوكولاتة زي ما احنا عملنا كده علشان تحميها ان هي تبوش. وبحطها فوق التورته كده. طبعا ممكن تقدري تعملي اي اشكال كرتونيه. انا استخدمت كريمه الشوكولاته اللي انا عملتها معاكم، عملت روزيتات حوالين التورته. طبعا كنت صورت المقطع ده بس هو اتمسح للاسف، بس انتوا اكيد عارفين انتوا بتستخدموا كيس الحلواني ازاي. بتعملوا طبعا اي شكل انتوا عايزينه. وانا جبت هنا كيس من الشمع مكتوب بالشمع بهابي بيرثداي، بيدي شكل لطيف جدا للتورته، وحطيته حوالين التورته كده. هقسم الكلمات زي ما انتم شايفين، والشمع ده بيتولع وبيدي شكل لطيف جدا جدا للتورته بالالوان بتاعته اللذيذه دي. وتورته كانت بسيطه وسهله وجميله، ومش عايزه اقول لكم على الطعم، لازم انتوا تجربوه بجد. تورته وهميه بألف هنا وشفا للي هياكل. وده الشكل النهائي للتورته، يا رب تكون عجبتكم، تقدروا تنفذوها بكل بساطه وسهوله. وكل سنه واصحاب التورته طيبين.
ويا رب التورته تعجبكم تقدروا تنفذوها. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناه.